سمعتش لا فيرسيون نتاعو. من بعد نعطيكم بتي بريف، اعطيني انت روايتك. مانيش انا باش نحكي لك انا. اي انا سكي سي باسي اكزاكتومون صار بالضبط البارح انا خرجت مع 9 السياره نتاعي كانت راكنه قدام المحكمه. في باب المحكمه بعد متر ونص في وضعيه قانونيه، جاء نلقى سياره لوكاسيون، سياره معناتها هذا واقفه دوزيام بوزيسيون، مازال كي هبط منها السيد. قلت له عسلامة خويا انا خارج اجي خذ بلاصتي واني ماشي انا بطبيعتي. قال لي لا جست باش نحط المحضر برا. قلت له عليه مزروب؟ حتى انا مزروب راني. عمل لك وسكت وخلاني نكلم. قلت له خويا نكلم فيك راني مزروب انا بيجي ما كلمنيش تعدى. خلطت عليه يا ولدي يهديك راك انت تخدم وانا نخدم، راهي كلها عائله، راهي اطار القضاء هذا كله باقي مقدم من القدام وما يجاوبنيش. خلطت عليه دخلت حتى للمحكمه وانا يا خويا يا سيد من فضلك يا ولدي مش اداب راهي هذيا. انا قلت له مش اداب. انت قلت له ماكش متربي. لا ما قلتلوش. هذه الروايه تاع كاتب عام نقابه الجهويه فرج العبيد. هذه روايته هو باش يقول لك. نحكي لك هو قال خلطت عليه للمحكمه قال له ماكش متربي. هو قال لك هيك. نحكي لك هذا. انا ايش قلت انا؟ طيب ما عليناش. ميم سي بون مش متربي خاطر سا كونسيرن لا بيرسون وماهيش تربيه سا كونسيرن لاكت المفعول اللي انا نكلم فيه وقال في جرته وقلت له رانا فرد عائله ويهديك وبالسياسه وبالطريف وما كلمنيش. قلت له ماهيش تربيه يا رانا محامين نختاروا كلامنا في الحالات كل ما يبدلش. المهم قلت له انا اكدت لك قلت له هذه ماهيش تربيه. المهم اللي انتج عليه هذا وكونه تلفظ هذا عباره الله يهديك وما تحشمش وما جنسك سامحوني في العبارات هذوما. يا اخي الزملاء اللي في المحكمه اللي يعرفوني يعرفوا اخلاقي ويعرفوا طبيعتي وقفوني خرجوني قالوا لي بربي ما يهمكش في اللي قالوه هو العن الشيطان يا استاذ امسحها فيها خلي وانا فوق عليك. لعنت الشيطان وخرجت خرجوني حملوني بالحمله. بون اللي نحكي لك فيه هذا كله 15 متر 20 متر فهمتني. مشيت وقفت قدام تقصت وعملت كي خرجت مستنى قدام سيارتي لانه هو مسكر عليا دوزيام بوزيسيون في وضعيه غير قانونيه. انا نستنى قدام سيارتي ويجيني اللي تبين فيما بعد انه مش اللي اعتدى بالعنف هو يغزر لي بالعبارات هذوما اللي ما ننساهمش. قال لي تحب نمرمدك يا اخي تحب نطيح لك قدرك. ومباشره يهبط السيد الثاني اللي هو ما نعرفوش بالكل في اطار تضامن ولا ما فهمتش شنو واللي للبارح حتى عن تعليق قدام الدار يطلب في السماح واللي تو تبدلك المعطيات وكل. المهم يقدم ويأخر ويصفعني. المهم مش معناتها يصفع راهي ماهيش لكمه ما فيش ضرر. كي من بعد جاوني قالوا لي لحظه هذه نحب نفهمها. امان شنية يصفعني معناتها عطاك كف دزك شنو اللي صار؟ نفسر لك نفسر لك. يصفعني معناتها ماهيش لكمه اللي تحدث ضرر اللي كتطلبوا مني نعرض رفع الطبي قلت لهم لا ما فماش ضرر بدني لكن النجيفل الصفعه تعرفوها ولا؟ تعرف الكف بالدارجه ولا ما تعرفوش؟ كف تعرف الاهانه اللي تخلفها الصفعه ولا؟ ضربني بونيا ما يصيرش لكن الصفعه فيها اهانه. الغايه هي الاهانه. لحظه بربي عادل امان باش نستفسر حاجه معناتها هو الامني هذا عطاك كف بيان سور لانه سي فرج عبيد باش ديما نذكر معناتها كاتب عام نقابه جهويه لقوات الامن الداخلي بسوسه قال تغالطون الراي العام وما فماش كف الحكايه دزوا دون لو سونس انه حاول يبعد بيناتهم الزوز باش يحز العركه. باهي هو سامحني كي تصير كيما هكا ايش لازم نعمل؟ لازم نحضر 3 عدول منفذين قبل ولازم 3 كاميرات يصوروا يقول المواطنين شاهدين. ما فما شهود فما معبيه بالعباد لكن العباد تعرف تخاف من الامن ما تتكلمش. الاولى ثاني حاجه فما زملاء معايا غادي وشاهدين وادلوا بشهادتهم. فما حاجه اخرى شنو انا كان جاء سيدي نقول لك حاجه انا لو كان غايه التنكير ما نمشي نعمل شهاده طبيه ونجيب له كي الناس كلها عشرين من اخره ونعتبر انه كنا في دم العنف. انا الواقع نقوله الحقيقه نقولها لك راني ما فماش علاش باش نزايد عليه. ما نحبش نضره ما عنديش مشكل راني شخصي مع السيد هذايا. انا اللي قلقني الاعتداء المجاني. الشخص قال لك رانا تابعين نفس العائله القضائيه فاش قام هذا واضح. طيب وبالتالي دونك انت تقول لي قال سي ما نعرفش شكون نحترمه هذا من موقعه هو جو كومبرونس كي يجي وكي قال لك دز باهي هو كي ما قالكش ما فما شيء عادي زاد. المهم انه يا ذي نجيفل كي طلعت القاضي التحقيق قلت له بلاصه حمراء انا نجرب بها قال لي تسوقوها حمراء شويه وكل جمهور مساعد كل جمهوريه مش قاضي تحقيق مساعد كل جمهوريه كي طلعت قلت له قال لي حمراء شويه. بون انا ما نعرفش زرقاء خضراء حمراء المهم كونها صفحه سي اون جيفل سور لو فيزاج.
ضربك بكف. واضح. ما عندي حتى سبب علاش، لا حتى غايه، لا باش ننكل به ولا باش نضر ولا باش انا نحكي وقائع. طيب يقول هو باش يقول سي ولا يقول دونك مشيتوا لاجراءات قانونيه وقضيه بيناتكم اليوم، واش كي تبي؟ والله يعني نقول لك حاجه، باش نقول لك انا بالضبط الصار. هنا باش تعذرني، انتم تعرفوا اللي انا محامي. اوني لي ديفونسور دو لا فوز اي دو لورسلان. واحنا من طبعنا يلزم كذا. انا كي جيت طالع في الدروج، وهذا زاد التاكيد اللي كانوا قام بالاعتداء، وانا طالع في الدروج باش نقدم شكايه وهو يقرق هو الاخر ونهار كامل لليل وهما يطلبوا في السماح. لكن الحكايه جوزتني، تعرف قال لي ولا اذا سمعت شيء قال لي والله سامحني نتخابك مواطن، وانا هذه عمري ما ننساها. معناتها انا راني مانيش طبيب ولا مهندس، انا محامي، دونك انا ندافع على المواطن هذاك. دونك يجيني انا يقول لي رب عذر اصبح مضر يقول لي تخبك مواطن. دونك بالنسبه لي سيتي بير، جافي بلو لو دروا دو ميتير، ما عادش عندي الحق لا باش نسامح ولا باش نسكت. جابارتي انكور. واذا كان انا المواطن يراني نتهان قدام محكمه في جمع من الناس، باش يقول لك هذا اللي باش ندافع عليه انا نهار اخر. واضح. دونك انا جو نو بيرسونيل مش شخصا، لا عندي غايه لا حتى شيء، انا نحكي في وقائع وكل انسان يتحمل مسؤوليته. واضح، والقانون يجري على الجميع. شكرا لك عادل رويس. شكرا لك سيد الاستاذ المحامي. واسمح لي لانه على التليفون المقابل ايضا عندنا سي منير التونسي رئيس فرع المحامين بسوسه. سي منير مرحبا.